فاكرين لما كنت قايل إن داخل رحلة نص مليون جنيه في 3 شهور؟ وأهو عدى تقريبا شهرين، حوالي 60 يوم. 60 يوم كانوا مليانين شغل، تجارب، وحاجات طلعت غلط وحاجات الحمد لله اتعملت صح. كنت داخل في الأول وعايز أعمل بوث وبوب أبس وكولابوريشنز مع براندز، ودي كانت دماغي وأنا داخل. بس الدنيا مشيت في سكة تانية خالص. لقيت نفسي راجع للاي اي تاني، الاي اي اللي كنت ابتديت اشتغل بيه وانا في الجامعة، ومن اول لما ظهر تشات جي بي تي وكل ادوات الاي اي ابتدت تظهر، كنت على طول اول لما حاجة بتطلع بستعملها وبجربها قبل حتى ما الناس تبدأ تتكلم عنها. فقلت لنفسي طب ما اشارك اللي انا اعرفه ده مع الناس، وفتح عيون الناس على اللي تقدر تعمله بالاي اي في مجال التصميم عموما، سواء عمارة أو برا العمارة. وبدأت أعمل فيديوهات، وفعلا فيديوهات عن ال AI حاجات كتيرة منها انتشرت بشكل أنا ما صدقتوش، وحاجات تانية نيرلي محدش شافها. بس كل فيديو كان تجربة، وكل فيديو كان خطوة. واشتغلت مع كلاينتس وعملت ديزاين بروبوزلز، واشتغلت رسومات تنفيذية، واشتغلت ديزاين، والحمد لله تعينت معيد في الأكاديمية البحرية، وبعدها اشتغلت في مكتب معماري. بس في وسط كل ده حسيت بحاجة غريبة. بعد التخرج بتحس انك دخلت في دوامة، بتحس انك دخلت في سباق مش بتاعك. كل الناس بتجري بس محدش عارف هو رايح فين ولا المفروض يعمل ايه. بس بدأت اتعلم ان مفيش طريق واضح من اول يوم. كل خطوة صغيرة ممكن تفتح لك باب كبير، وممكن الحاجة اللي مستصغرها دي تكون اكتر حاجة تفرق معاك. وفي كذا حد على فيديوهات الاي اي اللي فاتت طلب مني ان انا اعمل ميني كورس او فيديوهات طويلة بشرح فيها كل التولز بشكل اوضح. فده اللي انا شغال عليه دلوقتي، وشغال برضو على كذا بروجكت صغير هنزلهم في الايام الجاية دي. كل ده لان في الاخر الرحلة دي مش رحلة ارقام، الرحلة دي عشان التغيير، عشان النمو، عشان انك كل يوم تبقى احسن من امبارح. فلو انت لسه بتبدأ وتايه شوية بعد التخرج، فخليك فاكر ان كلنا بدأنا من نفس النقطة، وبإذن الله اللي جاي هيكون اقوى. شكرا انكم كملتوا الفيديو لحد هنا، ولو ما كنتش عملت فولو اعمل فولو وشاركني في الرحلة دي، وانا بحاول اعمل نص مليون جنيه في 3 شهور من البيزنس بتاعي كمعماري.